ودلوقتي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي بقى اول خزين لرمضان بيبدأ، اللي هو اللفت والمخللات بقى، والحاجات اللي احنا دايما ما يعني بتبقى موجودة في الفطار وموجودة في السحور، ما بنقدرش نستغنى عنها. وطبعا انا من النوعية اللي ما بحبش ان انا اشتري مخلل من بره، يعني انا بحس ان انا يعني انا ما بحب، مش بذم في اكل عيش حد، بس انا من النوعية اللي بحب ان انا اجيب الحاجة بتاعتي. اغلب حاجتي اجيبها اعملها بايدي، انا هغسله وهقطعه بمزاجي وهعمله بمزاجي وكده. احنا جايبين طبعا، انا جايبة خيار، انا جايبة كيلو خيار، كيلو جزر، 2 لفت عشان احنا بحب اللفت، وفلفل حامي احمر واخضر، واخضر اهو، احمر واخضر، ماشي. وعندي قرنبيطة صغنطوطة، انا هقسمها وهسلق نصها وهاخده، والنص التاني هشيله. ليه بقى؟ عشان بس ما يبقاش القرنبيط كتير، لان احنا عارفين ان القرنبيط بيفصص كتير معانا، فبيبقى طاغي على بقية المخاليل. كلنا بنحبه على فكرة جدا جدا كمان، بس انا يعني انا بحب ان انا احط إيه منه مش كتير. والليمون، الليمون اللي هو غالي غالي جدا، مش عارفين غالي ليه الايام دي، بس يلا. انا جبت عشان بس يعني المخلل يبقى شكل ولون وكده، جبت معايا نص كيلو، بس نص كيلو كفايه. النص كيلو انا بسلقه، بياخد يعني مش سليق كامل، نص سليقه على النار دلوقتي. والقرنبيطه انا فصصت منها وحطيتها في ميه سخنه وسايباها برضو على النار، بتتحط في ميه سخنه وبتتساب فيها، مش هسلقها هسلقها، لان احنا بنحبه زي اللي بيبقى يعني زي ما بنقول كده بيقرمش معانا. فاحنا حطيته في ميه هيبرد بيها، اصفيه واغسله واحطه في قلب البطرمان. يعني كده انا ممكن اعمل بطرمان كبير وهعمل كمان جنبيه 2 صغيرين، يبقى كده انا عملت ناكل الايام دي منه، وعملت كمان لرمضان، وكله على بعضه كده ما كمليش يعني مبلغ، ما كملش اصلا. اللفت جبت ب10 جنيه، لفت ده كله. الجزر جبت ب10 برضو، الجزر. الخيار جبته ب12، يعني هو ما كملوش 50 جنيه والله، ما كملوش 50 جنيه. حتى الليمون انا جبت ربع كيلو ب15 بس، يعني ما كملناش في العمليه دي كلها بطرمان كبير، وهنعمل كمان جنبيه صغيرين. الكميه دي هتقضي لنا يعني اكتر من بطرمان، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ما كملناش، يعني ما دخلناش على حتى 70 80 جنيه، لا لا لا، ما خدناش الفلوس دي كلها. لكن احنا طبعا بنيجي نشتريه في رمضان، بتلاقيه الكيس صغير ونص ميه بكام؟ بنعمله بكام؟ بنجيبه بكام؟ بنجيبه ب30 وبيقضي الوجبة وخلص، وتاني يوم هتجيب. انت لو عملت في بيتك الكم ده، عملت في بيتك ده، انت ممكن هتفرقي على جيرانك وصحابك وحبايبك. انا جايبه خيار اهو، بس انا جايبه خيار كتير والله، انا مش عارفه انا جبت خيار كتير كده ليه، بس عادي احنا بنحب الخيار واللفت اكتر. والليمون والفلفل طبعا يعني بنحبه كله، يعني هقعد اعد، بنحبه كله ما شاء الله ولا قوة الا بالله، وبالهنا والشفا. فاحنا يعني احنا ممكن طبعا نساعد نفسنا في الحياة وفي المعيشة، وبرضه هنعيش كويس، والحياة تبقى ماشية معانا زي الفل. بس انا بنصح كل ست بيت ان هي، معلش انا عندي بس يعني سنة برد، ان هي يعني مش ضروري ان احنا كل يوم تكلفة نجيب 30 40 جنيه مخلل، 30 40 جنيه مخلل. طب انت ليه تجيبي 30 40 جنيه وانت في امكانك ان انت يبقى عندك، هتاكلي براحتك وهتطلعي براحتك، واللي عايز ده هيلاقي واللي عايز ده هيلاقي، وهتلاقي المخلل عندك متوفر، زائد ان نظافة ليكي وتوفير حاجات كتير. فاحنا لازم يا جماعة ان احنا نساعد نفسنا. وهو عمايله ايه؟ ده ميه وملح، انا مش هقعد افتي بصراحة، ميه وملح مش اكتر من كده، وبنجرايه، والله العظيم بنجرايه واحده. انا مش عارفه انا حطيتها ايدي حطيتها فين، بنجرايه واحده، بنجرايه. وفي ناس ما بتحطش بنجر، في ناس تحبه كده بشكله
الطبيعي، بس انا بحب احط واحده. كل سنه وانتم طيبين.